يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، يحرق ميتين الانسان على الصبح يا شيخ. قلت لك مش قلت لك هنتهدم؟ مش قلت لك هنتهزق؟ مش قلت لك لو في فرقه بتعرف تلعب بشكل محترم وعم بتعرف تعمل خطوره على الجون وعلى المرمى بتاعك هتتبهدل؟ قلت لك ولا ما قلتلكش؟ اديك شفت، اديك شفت. وقال ايه؟ احنا فرقتنا متكامله ومش محتاجين تعاقدات. ادي عندك، بص كده، بسم الله الرحمن الرحيم. كورتوا مصاب صليبي، ايدن ميتاو مصاب صليبي، فينيسيوس مصاب ومش عارفين ايه الاصابه دي عباره عن ايه لسه، وربنا يستر. ورودريجو خارج من الملعب عمال يعمل استطاله وبتاع، وربنا يستر. بص، مستر كارلو، محتاجين صفقات. عمو بيريز، محتاجين صفقات والله العظيم. الفرقه منفوخه كفايه. احنا الواحد من كتر ما هو فضل يتكلم على فكره ان احنا محتاجين صفقات اتحرق. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ هنتكلم النهارده عن ماتش الريال وسيلتا فيجو. سيلتا فيجو دي فريق اقسم بالله العلي العظيم لو نزل للدرجه الثانيه الاسبانيه هيطلعوه مخصوص عشان يرخم على فرقتين بس، ريال مدريد وبرشلونه. ما علينا. امبارح كان اكتمال لعك الكروي اللي بيعمله عم انشيلوتي مستر كارلو في الملعب. حرفيا انا اتشليت شلل ما يعلم به ربنا. يا عم الحاج، يا عم الحاج، قلنا ان الخطه دي ما تنفعش في كل الماتشات، والخطه دي سيتويشنال قوي. اتكلمت في موضوع التكتكس مش هتكلم فيه تاني، بس انا بقول لك احنا ده عك كروي فاخر. احنا دلوقتي بقينا في مرحله من اللي في 60 نيله، بسبب ان احنا ما عندناش لعيبه والفرقه ناقصه ومش عايزين نعمل صفقات، ومستر كارلو جاي قال لك في الاخر احنا فرقتنا كامله مش هنعمل صفقات. بأمارتي اسكت اسكت اسكت، ده انت اللي لحق جود بلينجهام. يا جماعه جود بلينجهام ده انا عارف ان في ناس كتير هتقعد تبص تقول لي مش ده اللي انت قعدت تقول عليه ان هو مش كويس، مش ده اللي انت قعدت تقول مش عارف ايه. ماشي يا عم، انا ما بفهمش كوره، بس انا لو افكرك انا بقول لك اهو، جود بلينجهام جوهره بس المبلغ كان كبير. دلوقتي باللي هو بيعمله اثبت ان المبلغ ده قليل عليه. الراجل ده عامل يعني لعيب، بقى لعيب متكامل، عنده داخل في العشرينات اهو، لعيب حرفيا بيلعب ولا كأنه عنده خبرة في ريال مدريد بقاله اكتر من 10 سنين. يعني الراجل بسم الله ما شاء الله عامل كل حاجة، منقذ، هو بقى جاي منقذ للريال مدريد، مش بقى جاي عشان خاطر المستقبل والهري ده كله. يعني بعد اللي انا شفته امبارح ده، يعني لا بجد احنا محتاجين صفقات، محتاجين نخش الميركاتو حتى نجيب حاجات بديله. انا مش عايز حاجات اساسيه، عايز حاجات بديله. بديله يا عم الحاج، بديله. ولا عم بيريز انت عندك مشكله في الفلوس ولا حاجه في حاجة يعني مش عارف. حسيت مره واحده كارلو انشيلوتي وبيريز عاملين زي الواد اللي النبي هتجيب كده، والنبي هتجيب كده، ربنا يخليك. مش عارف في ايه. يا ابني ما انت معاك فلوس وممكن تعمل صفقات. لا، انا لازم اروح اجيب امبابي. I must bring امبابي to my ريال مدريد. if I don't I die. if I die ما فيش الكلام ده يا باشا. احنا we don't die, we just make everybody can't get each other anymore. ما علينا، ده انجليزي بقى بتاع المصريين، مش مهم، مش قصتنا. 3 نقط جديدة عززنا الصدارة، ولكن بمجهودات كالعادة، مجهودات فردية من لعيب واحد دلوقتي هو اللي شغال في الملعب. انا ما جبتش سيرة كيب اريزابلاجا بالرغم ان هو جه جون في اول 3 دقايق، ما كملتش 3 دقايق وجه فينا جون. الحمد لله الجون اللي حسب الفار لغاه، ده الحمد لله رب العالمين يعني. والحمد لله ما فيش حاجات حصلت علينا عشان ما يبقاش في اختبار حقيقي. وكويس ان هو اول ماتش جيب كلين شيت عشان خاطر ما يبقاش ربنا ما ننفخوش في افكاره. ولكن انا لا زال معترض على فكره ان كيبا يبقى الحارس الاساسي بتاعنا، لان اندريه لون هيبقى احسن منه بكتير. مفيش كلام تاني يتقال بصراحه. يعني الواحد بقى هنا من الاسلوب بتاع بيريز في التعاقدات والهري ده كله. بس ده اللي كان عندي بخصوص الماتش. ربنا يستر الماتشات اللي جايه. يمكن والايام اللي جايه يمكن عمو بيريزي يقرر ان هو يسبلاش الكاش فور ذا فن، يعني يجيب اي حد احتياطي عشان نلحق الفرقه دي. كان معاكم محمد حازم، وشكرا على استماعكم. لو عجبك اللايك، لو عجبك الفيديو عجبك اللايك، عجبك الفيديو لايك شير سبسكرايب، فعل زر الجرس، ونشوفكم على خير. السلام عليكم.